انا ربنا خلقني عشان اعمر في الارض، عشان اعبده، مش عشان ارد عليك. يعني انا ما ردتش عليك، اكيد في حاجه، اكيد خارج باكل في الحمام، ولا انت ما بتتزنقش. ما ردتش عليك بقى على الموبايل، ما تبعتليش بقى كول على الماسنجر، كول على الواتساب، تيجي ترن الجرس عشان انت شخص رخم، فده ما ينفعش يا حبيبي. وبعدين والله حتى لو رنيت الجرس ومثلا مامتك فتحت له، فهتقول له يا ابني والله احمد نايم وكده، لا معلش انا لازم اخش اشوفه، معلش اصل انا لازم اقتحم حياته، اصل انا متطفل جدا. يا ابني امشي من حياتي يا ابني، امشي من حياتي غور. وبعدين انت اما تزود عدد حروف في الشات انت كده مش بتنادي عليا، لان ده تشاتنج يعني كتابه، يعني اكيد مش هسمعك برضه. ما تخشش تكتب احمد اي حسك درامر اللي هو احمد دد بام 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 تن تن تن. في بنات بقى اكثر ذكاء، دي اللي تلاقيها مثلا اتعرفت عليها فتخش تقول لك متابعه كل فيديوهاتك وانا اسمي كذا 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 وبتاع، فاقول لها ايه الاخبار عامله ايه وبتاع، فتاني يوم بقى تكلمني تقول لي ايه بقى، ما تسالش عليا ليه، انت متغير معايا ليه، وانا زعلتك في حاجه يا بنتي؟ هو احنا لبسنا دبل؟ ما انا لسه عارفك امبارح، يعني الطبيعي ان انا ما اسالش. وبعدين انت ما تقعدش برضه تزن عليا وتقول لي بقى انت ما بتسالش ليه ومش ما بتسالش ليه. اجابه بسيطه جدا ومنطقيه، ما بسالش عشان انا ما بحبكش. وبعدين لو الكلام خلص ما بيننا، يعني خلاص الموضوع خلص، ما تقعديش بقى تكتبي لي امات انت ما عندكيش امساك يا ماما. اقول لك حاجه، انت كمان امشي من حياتي، امشي كده. بعدين ما تجيش الساعه 5 الفجر تبعت لي مسج تقول لي انت ما بتردش ليه. احمد وانا زعلتك في حاجه؟ احمد انت ما بتردش ليه عليا وانا عملت حاجه؟ انا لسه عارفاك امبارح، معلش اصل انا متطفله جدا، اصل انا حشريه لازم اخش في حياتك. تلاقي نفس الشخص ده هو اللي بيبعت لك الريكورد اللعين اللي هو 19 ثانيه كده، عشان انت اقرب واحد ليا حبيت اقول لك كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. اقسم بالله هدي عليك في رمضان، شوف الشياطين بتتسلسل في رمضان وانت موجود. يا ابني امشي من حياتي يا ابني، امشي من حياتي غور. انا ما شتمتش صح؟ استنى اشتم بقى. بعدين في ناس بقى ليفل 1000 قوي في الكرياتيفيتي، ده اللي تلاقيه داخل بيقول لك يا ابني وحشني والله العظيم، فانت تخش تقول له يا ابني انت بتشتمني ليه؟ يقول لك معلش يا فنان بقى انا قلت ادخل دخله جديده. ده انا اخش عليك انا دخله جديده بقى. يا ابني امشي من حياتي يا ابني، امشي. طب امشي من حياتي كده.